اختي تريد تبيع صوتها، تقول اذا تو ظرفتي، فحاكيتها ما تقتنع، تقول اذا تو ظرفتي اذا تبيع صوتي. شنو نصيحتك؟ يعني استغفر الله، يعني تسوي سنونه بصوتها؟ اي تقول لا ما اسوي سنون، فما تقتنع. فقلت لها خابر سيد رشيد. هاي السنون غاليه، ما ادري يعني جراحه الاسنان غاليه، يعني خوش يدفعونهم شلون؟ دفع قوي؟ بعض خير من الله يدفعون سيد. الله يهدينا ان شاء الله. على حال هذا مضحك مبكي، هم هذه القضيه تضحكني وتبكيني. مضحكة لأنه إنسان على حال ما يعتقد على أنه صوته مهم ويساهم في بناء بلده، يساهم في بناء مجتمعه، يساهم في إصلاح على حال الأمر، يجي على قضية بسيطة مثلا يعالج سنة، ما أدري يشتري رصيد، يحصل له بطانية. هذه في واقع الحال جدا قضايا تافهة في قبال شنو؟ في قبال أنا أكون مساهم في بناء بلدي. بناء بلدي لا يكون إلا بالمشاركة الصحيحة والاختيار الصحيح والواعي، وأن أميز بين الغلط والصح وبين الصالح والفاسد، حتى لا يكون رأيي ولا يكون على حال دوري دور بخس